وقلت لك راه الزاج المطحون الا مشاو طحنوه وغربلوه وردوه بحال الفوس عطوه الانسان مع دانون او مع صوبه او مع حريره او مع شي حاجه مشروب وكلاه، راه ما غاديش يتعالج. حيدوا اللي يعطاكم شي حاجه ما تاكلوهاش، سواء صحابك في الدراسه، في العمل، في الناس في الادارات، في اي قطاع. ها هو الاخ دابا تصاب بهاد الحاله هادي ديال الزاج مطحون كلاه، في العلاج ديالو راه صعيب، وراه ما كاينش العلاج ديالو. شي السرطان يكون العلاج ديالو، راه ما كاينش العلاج ديالو. فلهذا حنا كنوصيو الناس ديما، كنوصيو الاصدقاء ديما، كل واحد يعرف مع من يجلس. والثقه راه ما بقاتش، كنقول لكم حيدوا الثقه، حيدوا اللي يعطاكم شي حاجه ما تاكلوهاش، سواء صحابك في الدراسه، في العمل، في الناس في الادارات، في اي قطاع. ما بقاتش الثقه. وحتى الفيسيرات اللي كتحطوا فيهم الاكل سدوهم بالقفل، واخا تكون الكاميرا سدوهم بالقفل. هادشي راه صعيب. وهي حاله ديال الاخ راكم شفتوا. كان قال لك انهم مشاو الاطباء ما خلا فين مشى ديك المرض، يا اخي ما لقاش شنو هو المرض. اخي اول فيديو صورته معاك على الزاج بوجه غير مكشوف، وقلت لك راه الزاج المطحون الا مشاو طحنوه وغربلوه وردوه بحال الفوس عطوه الانسان مع دانون او مع صوبه او مع حريره او مع شي حاجه مشروب وكلاه، راه ما غاديش يتعالج. وكيجيو هاد الحالات في الرقيه وكنعرفوهم، وكيقول لك عندي توكال وكدير لي استفراغ وكدير لي هادي والو، ما كاينش العلاج. كيفاش نردوا البال راسنا، نردوا البال لولادنا، نردوا البال خواتنا، كيفاش اللي عنده الوليدات ديالو يوصيهم اللي عطاهم شي واحد شي حاجه ما ياكلوهاش، يشري ليهم ويعطيهم ويقول لهم هاكو انا كنشري لكم، ولا عطاكم شي واحد شي حاجه ما تاكلوهاش. هادي راه هادشي علامات ولينا كنشوفوا، راه ما شاء الله هادشي راه ما كيبشرش بالخير وبزاف. بالنسبه للسيد قال لك انه كان خدام بخير ولا حيت غادي الله غادي كيمرض غادي كتهاك الصحه ديالو، واش هما الاعراض ديال الزاج مثلا؟ شنو الاعراض ديالو اللي تقدر تقول لنا؟ الاعراض ديالو كتكون عنده واحد الاوجاع حراق في الذات ديالو كامله، كيحس بها فيها الحراق، كله كيتحرك، ما كينعش، ما الوسواس، كتولي تبان ليه غير الموت. ملي كيجي كيدير الرقيه كتعرف هاد الحاله كاينه، ولا كاين الدم مغدور. كيكونوا مثلا شي وحدين كيشربوا ولا شي حاجه، كيضرب صبعو كيدير ليه داك الدم في الكاس وهادي، وكيشربوا هذاك دم مغدور. كاين هاد الحالات صعاب في الرقيه، لان انا مش غادي الراقي راه اش نقول لك، هذا خاصو الطبيب. والطبيب شوف غادي يبقى يعطيه المسكنات وشوف، وكنطلبوا الناس العلاج ديالنا. هاد الحاله صعيبه، هاد الحاله هادي صعيبه. نقول لك الناس اللي كيديروا هذا الشيء، الناس اللي كيديروا هذا كيحملوا الشيء، نقول لهم قدام الله قدام الغابه كاين دابا خويا اش غادي نقول لك، حدا هاد الناس هادو اللي كيديروا هاد الافعال هادي، اللي كيديروا هاد الافعال بالنسبه بحال دابا واحد دخلتي لواحد البوست في واحد الشركه دخلتي ليه، واحد كيدير واحد الاخطاء. جاتني هاد الحاله هادي، جاتني في الرقيه. واحد السيد كيخدم في واحد البوست وكيدير اخطاء، ولكن هذاك البوست راه صعيب اللي عاودوا لي عليه انا، بوست صعيب. فاش مشى جلس كونجي، جا واحد الاخ شاد البوست ديالو ونجم هذاك البوست، ما دفع سلعه زايده، ما جاب لهم سلعه ناقصه، نجم لهم البوست خلوه تما. مشى الاخر من الكونجي قالوا ليه دير بلاصتك ما مشاتش، ولكن الاخر غادي يبقى في البوست ديالك، انت الراسي بالشاري ديالك غيبقى هو. مشى للريستو ديال الماكله فين كيديروا الماكله، وكرا عليه وداروا ليه التوكال وكلا، هاد الحال. ومشى عند الاطباء كاملين وهادي، بزاف ديال الاطباء، ودار الاستفراغ وعاود الاستفراغ وعاد العسل مع السيدار ومع الاعشاب، ودرنا ليه الاعشاب مع العسل ومع هادي. الحمد لله الحالات كيتشافى. ولكن بالنسبه للدجاج اخويا كنقول لك راه بعدا انايا يدي فوق راسي على هاد الحاله هادي، فهمتي؟ النصيحه اخيرا يعني ما كاينش شي نصيحه حل ولا نصيحه من غير معلومه انسانيه كلشي؟ انا كنقول لك اعوذ بالله من قلت، انا كنقول للناس حضروا راسكم، ما تبقاوش تاكلوا اي حاجه مع الناس، ما تبقاوش تاكلها. كل ديالك اللي قسم لك الله كولو. 06 64 94 69 74.